السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وفي احسن الاحوال. كما وعدتكم غنقدم لكم وصفه بان بريوشي اللي درت به الساندويتشات سواء الدايرين ولا الطوال. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والوصفه. بالنسبه للمقادير ديال خبز ساندويتش غادي نحتاجو واحد 500 غرام ديال الفورص، 250 مليلتر ديال الحليب دافئ، معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره العجين، 40 غرام ديال السكر، و50 غرام ديال الزبده مذوبه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجدو خبز الساندويتش. غادي نديرو على جوج شكال، اللي هو مدور واللي هو على شكل باغيت صغير. بقى معايا باش نوريكم الطريقه. اول حاجه غادي نديرو هي غنشدو واحد زليفه صغيره، غادي نديرو فيها معلقه ديال خميره العجين، ونديرو معاه شويه ديال الحليب، نخليو هاد الخميره تفاعل، غادي نخلطوها واحد شويه ونخليوها تذوب واحد المده ديال 5 دقائق ونرجعوا ليها. من بعد مرور 5 ديال الدقائق قلقاو بان الخميره تفاعلات، هيا شفتوها دات الرغوه. دونك كنكبوها في البول ديال العجانه. انا غنخدم العجانه، تقدروا ديروا عا بيديكم. في هذه الحاله راه كديروها في واحد البول اللي غادي تعجنوا فيه. دونك هاد الخميره كنردوا ليه، كنزيدوا عليها البقيه ديال الحليب اللي بقى لينا. دابا كنزيدوا السوائل كامله، السكر، الملح، بيضه. انا نسيت ما قلتها مع المقادير، راه كاينه مع المقادير واحد البيضه، والزبده مذوبه. كنخلطوا هاد العناصر مزيان. تخلط لينا هذيك البيضه مع السكر صافي، وكنزيدوا عليه طحين. طحين كامل صافي، وكنديروه في العجانه باش يتعجن. كنديروه على واحد الفيتاس اللي هي مهيله، وكنخليوه يتعجن تتجمع لينا العجين. كما شفتوا هي العجينه دابا تجمعات. غنوقفوا الماشين. كما شفتوا انا غطيتها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها ترتاح واحد ساعه المكانه حتى تطلع. من بعد مرور ساعه هي العجينه ديالنا خمرات كما شفتوا، كتنفخ مزيان. كنحاولوا نديكازيوها صافي، كنجمعوها.
وكنشكلوا منها واحد الكرات على عبار 30 غرام في كل وحده. كنحاولوا نديروا شويه ديال الطحين في البلان دو طرافاي. ندير واحد الرشه خفيفه ديال الطحين. نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا. هي راه كتجي كتلصق كما شفتوا. صافي، وكنحاولوا نقسموها على جوج باش يكونوا جوج، عندنا جوج انواع ديال الخبز. كما قلت لكم نحاولوا نقسموها على النص. هذه ان شاء الله غادي نشكلوا بها الخبزات الطوال، وهذه هي اللي غادي نديروا بها خبز الهامبرغر. غادي نجيب واحد الميزان باش نجيونا العبارات مقادين، وغنديروا كل وحده فيها واحد 30 غرام بحال هكا. شفتي ديما سطح العمل صافي. نبقى مستمره حتى نكمل العبار ديالي كامل. ها هو خبز الهامبرغر، قرصته شويه من الفوق، ها واحد شويه كتوركوا عليه واحد شويه باش ما كيجيش طالع بزاف، وكنخليوه عاوتاني يرتاح واحد ربع ساعه ما بين يتنفخ، ونخشيوه يطيب في الفران. دابا غادي ندوزو نشكلو خبيزات اللي هما طوالين بنفس الطريقه. غادي نعبرو 30 غرام حتى هما، كنحاولوا نبسطوها مزيان ونرولوها بحال هكا. خصها تكون عندها عبر واحد بحال هكا. شتيوها كنسدوها شويه في الجناب هكا، كنقرصوها باش تجي مجموعه صافي، وكنبسطوها شويه صافي. هذا هو بان باغيت ديالنا. صافي كنبقاو مستمرين العمليه حتى تنكملوهم كاملين. غنوريكم الطريقه اخرى عاوتاني. كنبسطوا خبيزه بحال هكا ها بيدينا، كنحاولوا نجمعوها بحال هكا، كنسدوا ليها الحاشيه من كاع الجوانب، كندوروها على الوجه ديالها وكنبسطوها شويه صافي. هذه هي خبز الباغيت. من بعد ما طلعوا لينا واحد شويه كندير واحد البيضه مع كنهرسوها بشويه ديال الحليب وكندهنوهم من الفوق. شويه باش ما تحيدوش منهم الهواء باش كيطلعوا مزيان في الطياب. الفران كنكونوا ديجا مسخنينه على 180 درجه، شاعلين عليه الفوق والتحت، وكندخلوهم يطيبوا صافي. وكنزوقوهم من الفوق بلا غرين دو بافو ولا بالجنجلان
اللي بغيتو. انا درت النص بلي غرين دو بافو والنص بالجنجلان الابيض. هما من بعد ما خرجت دوك الطوال من الفران كيجيو مفرخين وزوينين. انا راه خليتهم زايد شويه في الفران، نورمالمون ما خصكش تخليوهم حاطين يتحمروا بحال هكا. حاولوا تنقصوا عليهم الفران شويه من الفوق. المهم اون فان كونط راه جاو زوينين. بالنسبه للخبزات الدايرين هما كيخرجوا حتى هما رطيبين وكيتنفخوا، شتيوهم زوينين. هادو ديال البافو، الاخرين ديال الجنجلان. الفيديو ديال اليوم سالا، نتمنى يكون عجبكم وشكرا على المتابعة.